بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بيكم مع الناقد الرياضي كابتن طارق حسن، واللي بيقدم لكم أخبار جديدة عن علي معلول، وهنقدم لكم كل الجديد إن شاء الله في القناة دي. هل تتخيل إن علي معلول رفض عرض مغري جدا من الأهلي علشان قرر الرحيل؟ وايه اللي قاله عن القيعي في كواليس القرار؟ في الفيديو ده انا هكشف لكم على كل التفاصيل من داخل النادي واسباب نهاية مشوار واحد من اهم اللعيبة اللي مرت على القلعة الحمراء. خليك معانا واستعد تعرف الحكاية من اولها لحد اخرها. الكابتن عادل القيعي رئيس شركة الكورة السابق في النادي الاهلي كان بيتكلم عن رحيل النجم التونسي علي معلول الظهير الايسر للفريق، واكد ان اللعيب كانت ليه وجهة نظر خاصة بيه مخالفة لوجهة نظر النادي. قال مين فينا ما كانش يتمنى استمرار الخطيب لأطول فترة ممكنة؟ يعني الناس بتحب علي معلول وعايزاه يستنى. مين فينا ما كانش عايز ابو تريكة يستنى ويفضل في الملاعب؟ ومين فينا ما كانش عايز صالح سليم يستنى ويفضل في الملاعب؟ علي معلول مش اغلى من دول كلهم، لكن دي سنة الحياة. كلنا ما كناش عايزين علي معلول انه يخلص ويشطب كورة، لكن لحظة نهاية المشوار لأي لاعب كبير ما فيهاش صح وغلط. اكسكيوز مي، ما تاخذنيش. انت بتحب اللعيب وبتتمنى يفضل طول العمر، لكن دي مستحيل. لازم تيجي لحظة نهاية، ولو حصل التفاهم بين اللعيب والنادي وانتهت القصة بشكل لايق ومحترم بيكون لحظة سهلة، زي ما حصل مع حسام غالي وعماد متعب وقبلهم أبو تريكة والخطيب. لكن أحيانا بيبقى عند اللعيب هدف تاني عايز يكمل، وساعتها بتظهر شبهة مشكلة، وهنا بتيجي المشاعر وبيبان تأثير العاطفة. لكن صراحة اللي عايز يتخذ قرار ما يدخلش العاطفة، حتى لو اللعيب محبوب من الناس بس ما عندوش شعبية طاغية، يعني زي حسام عاشور برضه ليه نصيب من النادي الأهلي لأنه ابن النادي الأهلي. حسام غالي وعماد متعب كانوا نجوم كبار، لكن لو كانوا أصروا على الاستمرار كانت هتيجي اللحظة الحرجة اللي فيها النادي بيحاول يكرمهم، بس في نفس الوقت ونفس اللحظة لازم يشوف المصلحة العامة. لأن الأهلي مش مجرد فريق بيكسب بطولات يا جماعة، ده نادي ليه تصنيف عالمي وأهداف بتتطور باستمرار، ولو ما حصلش تطوير وتحديث هيبدأ النادي الأهلي يسقط. وهنا لازم نقول فين المسؤولية وفين العاطفة اللي عند الجماهير. ساعات اللاعب بيبقى عنده طموحات تانية ويقول لنفسه انا قدمت للنادي كتير، بس الحقيقه اكسكيوز مي، يعني ما حدش يزعل مني، العطاء كان متبادل. انت اديت بس كمان خدت فلوس وبطولات وحب واحترام وشعبيه، ولسه بتاخد ده كله. ده النادي الاهلي مش اي كلام. وبخصوص علي معلول، الحلول اللي اتعرضت عليه ما حصلتش مع اي لاعب تاني في تاريخ النادي الاهلي. قول لي مين اللاعب اللي اتعرض عليه ان هو ياخد الجنسيه المصريه علشان نخرجه من قائمة الأجانب؟ لكن الوضع بقى معقد، خصوصا إن اتحاد الكورة المصري أصر على إن لابد من 5 لعيبة أجانب فقط في كل فريق، ما يزيدوش واحد. حتى لما الاتحاد الدولي سمح مؤقتا بقيد 8 لعيبة أجانب في وقت كأس العالم، كان المقترح إن علي معلول يكون من ال3 مش من ال5، بمعنى إنه هيلعب كأس العالم مع الأهلي والعقد يمتد 3 شهور بس علي معلول مرضيش بال3 شهور، وكان عنده رؤية تانية وتمسك انه عايز عقد سنة او سنتين. ده هو حقه وحق النادي يتمسك برأيه، فما اتفقش النادي مع علي معلول. لكن كل المدربين اللي طرح عليهم الامر قالوا ان ده صعب جدا فنيا انه ياخد عقد طويل. الوضع معاه كان
اهدى شويه من الناحيه العاطفيه، لانه ما كانش بياخد مكان حد اجنبي، وكمان كان محدد طريقه من بدري. المهم ان الكابتن عادل القيعي اختتم تصريحاته بالحديث عن العلاقه بين معلول والاهلي، وقال معلول بيحب الاهلي جدا وبيحب الجماهير اللي منحته مكانه ما حدش نالها من قبله. ده جilberto لعب في النادي 9 سنين مع الاهلي وقرر يمشي عن اقتناع، والناس ما كانتش متعلقه بيه بالشكل ده، وبقى بعد كده سفير للنادي في انجولا، وكمان انيس بوجلبان. وانا مش شايف ان العلاقه انتهت، دي سنه الحياه، وقانون الاحترام بيفرض علينا نحط نفسنا مكان بعض. وفي حكمه يعني علمتني الحياه، ان لما تروح عند ناس بيحبوك ما تستناش لحد ما يتوقبوا قرفانين منك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو قالوا لك استنى شويه، بتبقى دي اللحظه اللي لازم تاخد فيها قرار ان انت تمشي. لو فضلت قاعد هيبتدوا يتوبوا، هيبتدوا يقربوا منك، وساعتها هتكون لحظه محرجه ليك وليهم. بص يا اخوانا، لو شايف ان الكلام اللي انا قلته ده يستحق انه يتعلق عليه علق عليه، ولو شايف ان تاريخ الملاعب هو كنز لازم نحافظ عليه. وما تنساش تدعمنا طبعا باللايك للفيديو، واشترك في القناة وفعل الجرس علشان ايه؟ نوصل لك كل الحكايات اللي ورا الكواليس، وتبقى دايما اول واحد يعرف اسرار الكورة المصرية. انا كابتن طارق حسن، ناقد رياضي، واهلا بيكم في قناتي الجديدة. وان شاء الله هيكون لنا لقاءات تانية كتير، وهنتناول فيها اسرار الكرة المصرية.